إن أنا أسهم في هذا اللقاء يعني من خلال عدة مؤسسات، يعني طبعا الصالون البحري والمؤسسات الاجتماعية في مصر وفي السودان، بالإضافة إلى مؤسسة ابن النيل التي نشأت منذ شهور قليلة في مارس الماضي، يعني بمبادرة من شباب أسوان. وأول حاجة فكرنا فيها أن نتعاون مع شبابنا وسيداتنا ورجالنا في السودان اللي احنا تربينا على. كان المشير سوار الدهب قابلته من 3 سنين وكان يقول لي، هو مواليد 34 على فكره، ربنا يديله الصحه، قال لي كنا نقول عاش الملك فاروق ملك مصر والسودان. وكنا بالحقيقه طبعا يعني دوله واحده، ولكن يشاء الاستعمار ان يجيب مسطره كده ويقول ادي السودان ودي مصر، ولكن ان شاء الله احنا المسطره دي هنكسرها وهنبدا نشتغل. الشاب الطيب ده هو القائد بتاعي دلوقتي. ايه الحكايه اللي انا الموضوع ده قدمته من عده سنوات، يلا حبيبي، ونشهد كل زملاء على هذا الموضوع. انا بقول نعرف حضرات الحاضرين بمؤسسه ابن النيل.